أهلا وسهلا فيكم أعزائي، بنرحب فيكم بزيارة لقلعة طرابلس في لبنان. طبعا طرابلس المدينة التي تقع شمال لبنان، واللي بتبعد حوالي 85 كيلومتر عن العاصمة بيروت، و35 كيلومتر عن الحدود اللبنانية السورية، بين تلال أبو سمرة من جهة ومنطقة السويقة ونهر أبو علي من جهة أخرى. طبعا كل هذه المناطق في طرابلس، تختلف عن طرابلس الغرب اللي هي بليبيا. هذه طرابلس اللبنانية شمال لبنان. طبعا هذه قلعة طرابلس أو قلعة سانجيل كما تسمى. سانجيل هذا كان يسمى سانجيل ريموندو سانجيل، قائد حربي صليبي، بما أن القلعة بنيت من قبل الصليبيين أثناء حصارهم على مدينة طرابلس في أوائل القرن الثاني عشر، واتخذوها مركزا لحملاتهم العسكرية. ولكن تاريخ هذا المكان بيعود لأقدم بكتير من هيك، تحديدا إلى فترة حكم الخليفة الراشد عثمان بن عفان، اللي أرسل الصحابي سفيان بن مجيب عام 25 للهجرة، وأقام حصن بهذا المكان بهدف فتح المدينة، مدينة طرابلس، فتح الإسلامي لمدينة طرابلس. بعد عرف هذا المكان باسم حصن سفيان بعد هذه الحادثة. بالعهد الفاطمي تحديدا عام 472 للهجرة، في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي، بنى أمير طرابلس في العصر الفاطمي جلال الملك بن عمار مسجدا مكان الحصن. حنرجع نشوفه لمكان المسجد. حولوا بعد الصليبيين لكنيسة وبنوا القلعة بهيدا المكان، القلعة اللي عم تشوفوها أمامكم. وبعد تحرير المدينة من الصليبيين، أحرق المماليك القلعة بعد سيطرتهم على المدينة عام 1289 ميلادي، ثم أعيد بناؤها عام 1307. وبعد سقوط دولة المماليك طبعا وسيطرة العثمانيين على المدينة، أعادوا ترميم القلعة بزمن السلطان سليمان القانوني عام 1521، وأضيف لها القلعة البرج الشمالي والبوابة الرئيسية. أضيف جزء إلى هذه القلعة عما كان في عصر الصليبيين وبعدها بعصر المماليك. ثم تحولت إلى سجن في أواخر العهد العثماني، حولها العثمانيون إلى سجن في أواخر العهد العثماني. طبعا اللي شفناه من شوي كان آثار للسجن ومراحيض، آثار مراحيض السجن. وهون عم نشوف طبعا هيدي القلعة من الداخل. هون في مثل نوافذ صغير لدخول الهواء والشمس. طبعا قلعة كبيرة جدا، قلعة ضخمة جدا، أكبر من القلاع الأخرى في لبنان، أكبر من قلعة صيدا مثلا، أو قلعة جبال، أو قلعة صور، قلاع لبنان. طبعا في أيضا قلعة بعلبك اللي يعود تاريخها لأقدم من هيدا الزمن أيضا. طبعا شوفوا القلعة من الداخل. هون مثل ما قلنا دخول الهواء والشمس بيكون عبر هيدي النوافذ الصغيرة، أو مش نوافذ ولكن فتحات صغيرة لدخول الهواء والشمس إلى هذه القلعة. طبعا ولكبر هيدي القلعة هي مطلة على جزء كبير جدا من طرابلس. شوفوا هون مجرى نهر أبو علي أو نهر قاديشة كما يعرف.
هون المناطق المطلة على القلعة مثل منطقة القبة السويقة ومنطقة باب التبانة. كل هذه مناطق في طرابلس تطل عليها هيدي القلعة، فيها منظر رائع. وفي أيضا هذا النهر أبو علي، مجرى نهر أبو علي اللي هو ينبع من محل بعيد جدا وطويل جدا، بيجري من هذا المكان نهر أبو علي أو نهر قاديشة كما يعرف. طبعا هون عم نشوف الآثار للمكان الأساسي اللي انبنى فيه الحصن سفيان كما قلنا، الذي بناه الصحابي سفيان في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان، واللي أقام من بعد مسجد هون الفاطميين. كان بهيدا المكان مثل ما قلنا سابقا، بهيدي النقطة تحديدا كان حصن سفيان، ثم المسجد الذي بناه الفاطميين وحوله بعد الصليبيين إلى كنيسة. مش حتشوفوا طبعا آثار للكنيسة بما أنه من بعدها الفتح الإسلامي عاد سيطروا على القلعة المماليك ثم العثمانيين، ما عاد في أثر واضح لا لمسجد ولا حتى لا كنيسة بهذا المكان. ولكن هون كان الحصن الأساسي، المكان الأساسي اللي بيعود لعام 25 للهجرة، حصن سفيان، واللي من بعده الفاطميين بنوا مسجدهم كان بهيدي النقطة وهيدا المكان. حنتوجه من بعد للقسم العثماني من القلعة اللي كان موجود أو اللي أضيف بزمن العثمانيين، واللي فيه بشكل أساسي نموذج على المدفع العثماني تم إعادة تشكيله، مش هو نفسه المدفع اللي كان موجود زمن العثمانيين. والاسطبلات، اسطبلات الأحصنة اللي أيضا كانوا موجودين. وهيدي كلها هيدا الجزء الجزء الشمالي كما قلنا تم إضافته بزمن العثمانيين. طبعا هون قلعة مليئة بالدراج والطلعات والدخلات، قلعة كبيرة جدا تستغرق زيارتها، إذا أردت التدقيق فيها تستغرق زيارتها حوالي 2 ساعة، ولكن بدنا نلخص لكم إياها بحوالي 10 دقائق فقط. عم نطلع هون على الأدراج لنشوف القسم العثماني. هذا كله انبنى بزمن سليمان القانوني عند ترميم القلعة. عم نطلع لنشوف هون أيضا في إطلالة على مكان آخر، جزء آخر من مدينة طرابلس. مدينة طرابلس مدينة كبيرة جدا، طبعا ثاني أكبر مدينة تعتبر من حيث الحجم، ربما بعد مدينة بيروت، ومن حيث الأهمية الاقتصادية أيضا ثاني، هي عاصمة الشمال، وربما مع صيدا تعتبر ثاني أهم مدينة في لبنان بعد أيضا بيروت. مثل ما عم نشوف هون في أيضا إطلالة أخرى على مدينة طرابلس. وهون عم نبلش نشوف هيدا هو المدفع العثماني اللي حكينا عنه، اللي نموذج عنه مش هو نفسه، تم إعادة تشكيله. كان بهيدا المكان مدفع عثماني أيضا كاشف على مكانه، كاشف على كل مدينة طرابلس تقريبا. وعم نشوف هون أيضا الإطلالة على جهة أخرى، هذا البحر بالآخر، منطقة المينا، بمعنى الميناء تسمى منطقة المينا، منطقة كبيرة في طرابلس. الميناء أو المرفأ اللي هي منطقة على
البحر. وهون بهيدا الدرج بعد ما تصعدوا على هيدا الدرج في إطلالة شاملة على مدينة طرابلس بالكامل، وحتى خارج طرابلس حتبين أيضا مناطق خارج طرابلس بهيدي الإطلالة حنشوفها معكم. فعلا قلعة ضخمة تستحق الزيارة، من أهم الأماكن السياحية في طرابلس. طبعا أهم مكان في سياحي ربما في طرابلس وفي شمال لبنان وفي لبنان ككل. هون تلال طرابلس عدد كبير من المناطق، وهون كل منطقة طرابلس حتى بالآخر الجبال اللي ورا خارج طرابلس. هون مثل ما عم تشوفوا بالقرب من البحر في منطقة كبيرة تسمى منطقة المينا بمعنى الميناء مثل ما قلنا. إذن هذه كانت قلعة طرابلس، القلعة الضخمة والجميلة. شكرا على متابعتكم، كان معكم فاروق الزعبي وإلى اللقاء.